أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أحمد كعكي معاكم، إن شاء الله حكون معاكم في تغطية مع الفريق كله، تغطية مشتركة من مكان. حنكون معاكم إن شاء الله في تغطية لوجبة الإفطار والغداء المقدمة من مطعم أتاريك، فقط جمعة وسبت. الأول يا فل يا كادي يا كمال يا أهل الأدب الأول يا فل يا كادي يا كمال يا أهل الأدب والذوق وعشت وبقيت القسم اللي كنا فيه ده كمدخل، الآن مع بعض نشوف المطعم وطريقة التنظيم والترتيب فيه. خليكم معنا. حضوركم زادنا عزا وإشراقا، فالحفل أنواره من نور طلعتكم، شرفتمونا شرفتمونا شرفتمونا، وهذا الحفل قد راقا. ويا صباح الخير متابعين يمي جدة، معاكم سلافة وحكمل باقي أجزاء من الطبخ. طبعا الأخ أحمد كعكي عرفكم على المكان، ودحين حدخلكم على البوفيه. شايفين عصير البرتقال؟ هنا عندنا الكبدة وبيض شكشوكة وذكرات والمغصوب بالفطاير. ما شاء الله تبارك الله، الريحة شهية صراحة. ومن هنا بدأ البوفيه. شايفين هنا النواشف، زيتون، لبنة، حالوب، والطحينية والمربى وأنواع الأجبان. ما شاء الله تبارك الله. وهنا جرة الفول، يا سلام، ونحط عليها الخلطة والطماطم. الله الله، تميس وبيض، وهذا الندي والمنزلة، ودي بيازة كمان، وفي عريكة وشعيرية وأنواع العيش. ما شاء الله تبارك الله، فطور يشهي. ووصلنا لقسم الفتات، يا سلام، حمص وبدنجان أسود، ريحتها تاخد العقل. طبعا وصيته على طبق كبدة. الله، الريحة رائعة. وعملنا تشكيلة مرتبة، هنبدأ نقول بسم الله. مرحبا متابعين يمي جدة، معاكم فيكي ماثيوز. أول مرة أظهر معاكم في حساب يمي جدة. طبعا أنا أمريكية بس عايشة في مكة طول عمري. مؤخرا نقلت على جدة وصل لي الآن 7 سنين، يعني توتي في السعودية 37 سنة. طبعا شفتوا فطورنا اليوم في أتاريك، فطور حجازي تقليدي، وأنا مرة أحب الأكل الحجازي. دحين أوريكم إيش الشيء اللي أنا أحبه.
من الأشياء المهمة عندي مرة الدبيازة، وترى تعلمت من صحباتي كيف أسويها، دائما ناكلها في كل عيد. حاجة ثانية تعلمتها مؤخرا في جامعة الملك عبدالله لما كنت أدرب هناك، العريكة. بصراحة مرة لذيذة مرة طعم. طبعا الفتات بأنواعها نقطة ضعف كبير عندي، خاصة الباذنجان. الآن جايين ناخد عصير برتقال فريش. وهذا الروشان من الأشياء اللي أتذكره أول ما جينا السعودية ومرينا في جدة، مرة شيء جميل. وميزة تانية مرة عجبني في أتاريك إنهم بيسووا المعمول بنفسهم، مو بس كده بينادوا البنات عشان يجوا يساعدوهم ويتعلموا. والدار تزهو إذا ما جاء زائرها وتسكن الضيف أجفانا وأحداقا، فألف أهلا بكم والدار داركم، فألف أهلا بكم والدار داركم يا أكرم الناس آدابا هذه كانت تغطيتنا اليوم معاكم من أتاريك. بالنسبة للمواعيد، الأسبوع الجاي الجمعة والسبت آخر أيام البوفيه المفتوح، وحيرجع البوفيه المفتوح إن شاء الله في الحج. لكن أتاريك مستعدين يستقبلوكم في مناسباتكم الخاصة، خطوبة، زواج، عزائم شركات. الآن نحط لكم أرقام التواصل عشان تتواصلوا هنا مع المطعم وتشوفوا الحجوزات تبعكم قد إيش ممكن تكلفكم. بالنسبة للفطور يكلف الشخص 90 ريال. صار الحفل براقا يا حاضري الحفل أهلا طاب مقدم. كنت معاكم أنا أحمد كعكي، أتشرف بالمتابعة، تغطيات مطاعم وكافيهات وشغل كله أكل. حياكم الله. صار الحفل براقا فألف كنت معكم سلافة يامي، شاركت في التغطية. إذا عجبتكم تغطيتي يضيفوني في سلافة. فألف أهلا بكم تيجان حفلتنا حضوركم. كنت معاكم فيكي ماثيوس، عضوة جديدة من أعضاء يمي جدة. إن شاء الله يكون عجبكم مشاركتي في التغطية. أراكم على خير.